المهم اشتريت تليفون وبقيت ببعت لها رسائل منه وكلمتها وقلت لها انا عايزه اشوفك واتكلم معاكي. اتصدمت ساعتها لما لقيتها بتقول لي طب وهتدفع كام بقى. لما فتحت لي باب البيت ما كنتش عارفه ابص لها ازاي من كتر الجمال اللي هي كانت فيه. كانت واخده راحتها خالص في اللبس، ولما اتفرجت على صورها في التليفون اتصدمت. كانت شفاف، لبسها شفاف وخفيف قوي. صاحب القصة بيقول انا خلصت الدراسة بتاعتي، دراستي الثانوية، وقررت بقى ان انا لما ادخل الكلية انزل اشتغل واصرف على نفسي. وقلت لابويا ساعتها ان انا هروح اشتغل مع عمي، علشان كان عمي قايل لي لما تخلص الدراسة بتاعتك تعالى وانزل واشتغل معايا. ولما قلت لوالدي كده ان انا هروح اشتغل مع عمي قال لي عمك ده بخيل ومش هيديك فلوس كويس ولا هيديك راتب كويس. قلت له لا، انا هروح اشتغل معاه واسلي نفسي بدل ما اضيع الوقت، وهشوف لو لقيته كويس معايا وبيديني فلوس كويس هفضل مكمل معاه واشتغل معاه على طول. اما بقى لو لقيته بخيل ومش هيديني حقي هفضل معاه كده شهرين 3 اتدرب وبعد كده اسيبه واشتغل في مكان تاني. ونزلت فعلا اشتغلت مع عمي ولقيته كان مبسوط بيا قوي، وكان اسلوبه كويس معايا جدا، وكان كمان بيحسسني ان هو كويس رغم ان هو بخيل، وكان بيموت على القرش دايما. ومع الوقت بقى وهو بيحاسبني لقيته بيديني فلوس بزيادة. ساعتها فرحت قوي وفضلت معاه على طول في الشغل، وحسيت بقى ان عمي ده بيعتبرني زي ابنه بالظبط لانه كان بيعاملني كويس بصراحة. عمي ده كان متجوز وهو كبير في السن ومخلفش، لكنه كان متجوز واحدة جميلة قوي وكانت أصغر منه ب25 سنة. أنا محتار مش عارف هي اتجوزته على ايه يعني. المهم أنا عمي ده معاه فلوس كويسة، بس هو دايما من النوع اللي بخيل وما بيهونش عليه القرش. أنا طول ما أنا بشتغل مع عمي كنت متعود كل يوم إن هو بينزل وبيكون جايب معاه الغدا، وأنا كنت بتغدى معاه بالمرة. بس في يوم من الايام كده لقيته نزل لوحده وما جابش معاه الغدا. ساعتها قلت مش مشكلة، خلاص انا هروح البيت واتغدى بقى وارجع على الشغل تاني. بس بعد شوية لقيت عمي جاي وبيكلمني وبيقولي انا عايزك تروح تشتري شوية حاجات وبعد كده هتعدي في البيت تعدي على مرات عمك وتجيب معاك الغدا وانت جاي في السكة. وانا سمعت كلام عمي ورحت جبت الحاجات اللي مرات عمي عايزاها واشتريتها لها، ورحت على طول على البيت علشان اجيب منها الغدا. مرات عمي لما فتحت لي الباب بتاع البيت انا ما كنتش عارف ابص لها ازاي من كتر الجمال اللي هي كانت فيه، وهي كانت واخده راحتها على الاخر في اللبس على اساس يعني ان هي بقى قاعده لوحدها في البيت. وقلت يعني يمكن فتحتني باللبس ده علشان يعني شايفاني عيل بالنسبه لها، مع ان فرق السن مش كبير قوي، يعني فرق ما بيني وما بينها 8 سنين. ما انا عندي 19 سنه وهي عندها دلوقتي 26. ومرات عمي بقى طلبت مني ان انا اقعد استنى شوية عبال ما الاكل يخلص، لان هي كانت لسه ما خلصتش الاكل وكان لسه محتاج سوى زيادة. وقالت لي شوية كده وهخلص، وراحت عامله لي عصير وقعدت علشان اشربه. وبعدين لقيتها بتقولي انا عايزاك في حاجة صغيرة كده، بس الحاجة دي لازم تبقى ما بيني وما بينك سر، ومش عايزة حد يعرف السر ده خالص. قلت لها تمام يا عمي يا مرات عمي، في ايه؟ قالت لي بص، هو انت بتفهم في الموبايلات؟ قلت لها ايوه انا بعرف في الموبايلات. قالت طب اصل كان في صور انا حذفتها من على تليفوني وعايزه ارجعها تاني، بس المشكله بقى ان انا مش عارفه ترجع ازاي. قلت لها ايوه يا مرات عمي انا بعرف ان انا ارجع الحاجات اللي على التليفون. قلت لها خلاص تمام. المهم راحت مدياني الموبايل علشان ارجع لها الصور تاني اللي هي حذفتها، وانا فضلت العب في التليفون علشان ارجع لها الصور واعمل الحاجات اللي هي عايزاها كلها. وقعدت بقى ان انا اظبط لها في التليفون علشان قالت لي كمان ان هو بيهنج منها. انا اصلا اتفاجئت بالموبايل اللي مع مرات عمي لان الموبايل ده كان غالي، والموبايل ده بتاتش ونضيف قوي، اللي اعرفه يعني ان الموبايل اللي معاها كان بزراير. وطبعا انا اشك ان عمي مش هو اللي جايب الموبايل، لان عمي ده بخيل قوي وما يرضاش يجيب موبايل غالي زي ده. المهم وانا بظبط الموبايل وعمال ارجع الصور اللي كانت محذوفة فيه اتفاجئت بقى ان في صور كتير جدا لمرات عمي من غير لبس تماما، يعني معظم الصور كان اللبس فيها شفاف وخفيف جدا. اتصدمت لما شفت الصور دي ووشي احمر، وعلى طول من غير ما مرات عمي تعرف اي حاجة رحت واخد الصور دي وبعتها على تليفوني على طول. وبعد ما خلصت كل حاجة في التليفون قلت لها خلاص يا مرات عمي انا رجعتلك اللي انت عاوزاه وخدي التليفون اهو.
فراحت قالالي بس اوعى تقول لحد على حكاية التليفون ده سر ما بيني وما بينك، وعمك ما يعرفش عنه اي حاجة خالص، ما يعرفش ان انا معايا تليفون اصلا. ساعتها بقى اتأكدت ان فعلا عمي مش هو اللي جاب التليفون ده. قلت لها تمام، واخدت منها الغدا ونزلت على طول. وكنت بقى بفكر في اللي حصل، لدرجة ان انا اليوم ده استأذنت من عمي وقلت له ان انا مش قادر اكمل شغلي في اليوم ده علشان انا تعبت شوية، ورحت مروح على طول على البيت. وفضلت بقى اتفرج على الصور بتاعة مرات عمي، وقعدت اقول معقولة يعني معقولة ممكن تكون بتكلم حد علشان يصرف عليها، علشان يعني عمي بخيل وكده، ولا يمكن عمي بقى بخيل في مشاعره واحاسيسه معاها. بقيت بصراحة محتارة قوي وبفكر ومش عارف هي بتعمل كده ليه بالظبط. المهم ان انا فكرت في فكرة كده ان انا اشتري خط جديد وابعت لها منه رسايل واكلمها واشوفها هتعمل ايه. وفعلا اشتريت خط جديد وبعت لها منه رسايل وكلمتها منه، وقلت لها انا عايزة اشوفك وعايزة اتكلم معاكي. طبعا انا اتصدمت لما لقيتها راحت رد عليا وبتقولي طب هو انت هتدفع كام؟ وعلشان بقى اتاكد ان هي بتتكلم جد قلت لها طب ابعتيلي صورة ليكي علشان اشوف انتي قد ايه جميلة وهتعجبيني ولا لا. ورحت محول لها فلوس على طول، ولقيتها على طول راحت بعتتلي الصورة. وفي الوقت ده اتأكدت بقى من اللي هي بتعمله، وعرفت ان هدفها من الموضوع ده الفلوس وخلاص. المهم كلمتها وقلت لها انا عايزة اشوفك واقابلك، لكن هي قالت لي لا، قالت لي ان هي بتبعت صور بس لكن ما بتقابلش حد ومش هينفع. فانا فضلت بقى اتكلم معاها كتير وحاولت اقنعها ان هي توافق تقابلني، لكن هي رفضت وكانت رافضة رفض تام. بقيت بقى كل يوم ابعت لها فلوس وهي تبعت لي صور وفيديوهات يوميا، وبقيت اضيع معظم فلوسي عليها. ما بقيتش عارف ابطل تفكير فيها خالص، وبقيت بعمل حاجات بنفسي زي ما كنتش متخيل ان انا اعملها في يوم من الايام. وفي نفس الوقت زعلان اني بعمل كده مع مرات عمي، او بمعنى صح ان انا بكلمها اصلا. وبعد بقى شهر تقريبا لقيت نفسي ما بقيتش عارف ابطل تفكير فيها، وبقيت بحاول كتير ان انا اروح عندها البيت واروح في الوقت اللي عمي يكون فيه في الشغل. المهم ان انا اروح لها باي حاجة وخلاص. وهي بصراحة كانت جريئة جدا وفي كلامها وفي طريقة كلامها، وانا اتجرأت كمان ورحت قايل لها بصراحة انتي صورك جميلة قوي. وفهمتها كمان ان انا اللي بعت لها فلوس، انا اللي عمالة ابعت لها فلوس بقالي فترة. وقلت لها ان انا عايزة بقى اخد راحتي معاها اكتر. لقيتها كده راحت مدمعة وبتقولي على فكرة عمك هو السبب في كل اللي حصل ده، عمك بخيل قوي عليا وما بيصرفش عليا خالص زي ما انا عايزة. ولما طلبت منه الطلاق رفض ان هو يطلقني، وبيقولي اي حاجة انتي عايزاها انا هجيبهالك. وبرضه لما بطلب منه اللي انا عايزاه مش بيجيبهولي زي ما انا عايزة، وهو كمان ما بيدينيش فلوس خالص في ايدي وبس. وانت بقى عارف فرق السن كمان اللي ما بيني وما بينه قد ايه. يعني انا وعمك ما بينا حوالي 26 سنة ولا 25 سنة، وفرق السن ده مؤثر في حاجات كتير قوي. ولقيتها بتقولي على فكرة اللي انا بعمله ده مش هدفي منه الفلوس، انا هدفي حاجات تانية كمان. ولقيت نفسي بطبطب عليها وبقول لها خلاص ما تزعليش، انا موجود يا ستي وكل اللي انت عايزاه انا تحت امرك. وقلت لها اللي مخليني ساكت بقالي اكتر من شهر ومرضتش اتكلم مع حد وما حكيتش كمان لحد اي حاجة هيخليكي واثقة فيا ومتأكدة اني عمري ما هجيب سيرة لاي حد ولا هحكي اي حاجة من اللي حصلت دي. وكمان اول ما انتي اديتيني التليفون بتاعك علشان اظبطهولك والصور بتاعتك نقلتها معايا على تليفوني، وكمان ما قلتش لعمي اي حاجة رغم ان انا كان ممكن اقول واتكلم عادي، وكمان معايا الدليل وهي الصور. فلقيت مرات عمي لقيتها بترد عليا بكل بجاحة وبتقولي انا عارفة ان انت مش هتقدر تحكي اي حاجة لعمك لان انت بقى كل اللي يهمك ان انت تكسبني، وانا كمان بصراحة انت عاجبني قوي. وفضلت بقى تقولي كلام حلو كتير، كلام حلو قوي، والكلام اتطور ما بيننا بسببها، وحصل ما بيننا كمان تجاوزات زي المتجوزين بالظبط. ومن بعدها مرات عمي ما بقتش تسيبني في حالي، وعلى طول الوقت بتتصل بيا علشان اروح لها البيت. وبيحصل بقى اوقات كتير واوقات كتير كنت بلوم نفسي على كل اللي كان بيحصل ده، مع ان اوقات كتير لما انا كنت بكلمها على النت كنت اتمنى ان اللي حصل ده ما يحصلش. لكن بعد ما حصل اللي حصل اوقات كتير كنت بحس بالذنب وبقول انا على طول غلطان وبحس بالندم كتير. لكن مرات عمي ما كانتش دايما بتسيبني في حالي خالص، واوقات كتير كانت بتحسسني ان انا مش ناقصني حاجة وكأني عايش في جنة بالظبط.
المشكلة بقى ان انا اتعلقت بيها غصب عني، وما بقاش فارق معايا الشغل ولا عمي ولا اي حاجة خالص. لكن برضو كل فترة بحس ان المفروض اللي بيحصل ده حرام، وان المفروض ما يحصلش، وضميري بيأنبني طول الوقت، وبتضايق قوي من اللي احنا بنعمله، وبحاول ان انا ابعد عنها باقصى ما يمكن، وفي نفس الوقت بتضايق جدا وبتوحشني. انا مش عارف اعمل ايه، انا محتار وعايز ابعد عنها. انا ما كنتش اتخيل ابدا ان المواضيع دي هتوصل لكده. انا كل ما باجي على نفسي وافضل ابعد عن مرات عمي، هي دايما اللي مش بتسيبني في حالي خالص، وبتخليني ارجع لها تاني غصب عني. انا لازم ابطل اللي انا بعمله ده، لانه حرام وما يصحش كمان اللي انا بعمله ده، ومستحرم في عمي ان يحصل فيه حاجة زي كده. فانا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. ياريت تقولولي اعمل ايه، وان انا احاول اخلع منها وابعد عنها ازاي. مستني كل ارائكم وتعليقاتكم بدون تجريح.